فيلمنا بيبدأ بديفيد اللي الفيلم بيدينا فيدباك عنه من ناحية شخصيته وحب الناس ليه ونجاحه في حياته وذكائه بالرغم من سنه الصغير. وبنعرف إن ديفيد مترشح لرئاسة نيويورك، وفي يوم بتتنشر صورة ليه وهو سهران في حفلة، وكل الجرايد والأخبار بتتكلم عنها، وبيتم انتقاده من أغلب الناس لأنهم بيكونوا شايفين إزاي رجل سياسي يروح حفلات ويسهر فيها وبيفقد أصوات كتيرة بسبب الصورة دي وبيكسب الشخص اللي قدامه في الانتخابات. ومش بنبقى عارفين مين اللي صور الصورة دي، وبنشوف 4 أشخاص واحد منهم بيتكلم معاهم وبيقول لهم إن النهاردة يوم مهم جدا، وبيسألهم إذا كانوا مستعدين ليه ولا لأ. وبعدها بيكون مفروض ديفيد هيطلع قدام الناس يقول خطاب، وزي أي حد بيبقى عايز يجهز الكلام اللي هيقوله الأول، فبيروح للحمام وبيعمل صوت علشان يعرف في حد جوه ولا لأ، وبيتأكد إن مفيش حد لأن محدش بيرد عليه، وبيقف قدام المراية ويفضل يحضر كلامه. وبعدها بشوية بيسمع صوت حد في الحمام، وبتطلع بطلة فيلمنا إليس وبتعتذر له عن اللي حصل لأنها ما ردتش عليه لما دخل، بس هي ما ردتش علشان ده حمام رجالي ومن الغريب إنها تكون موجودة فيه. ولما بيسألها هي ليه هنا، بتقوله إنها مستخبية من أمن الفندق لأنها اقتحمت فرح في الفندق وهي أصلا مش معزومة فيه، وإن ده كان رهان بينها وبين نفسها. فبيستغرب ديفيد منها وبيضحك عليها، وبتقوله إن هي سمعت كلامه مع نفسه وأدركت إن هو الشخص المرشح للسيناتور، وبتقوله رأيها في كلامه عن الصورة اللي اتنشرت في إنها شايفة إن اللي عمله مش جريمة، يعني في إنه يسهر مع أصحابه في حفلة زي دي. وبيفضلوا يتكلموا شوية، وبيستغرب ديفيد هما إزاي شبه بعض قوي كده في التفكير، وبيسألها أنا أعرفك قبل كده. وبيجي في الوقت ده صاحبه اللي بيكون اسمه تشارلي، وبيقولوا إنه وقت إنه يقول خطابه للناس. وبتمشي إليس بسرعة قبل ما حتى ديفيد يعرف اسمها بالكامل ولا ياخد رقمها ولا يعرف أي معلومات عنها بالمرة. وبيروح علشان يلقي خطابه، بس بيقوله من غير ما يكون مرتب كلامه، هو بيفتكر كلام إليس ويبدأ يتكلم على طبيعته، والخطاب بتاعه بيقلب الدنيا وبيتحفز من تاني ديفيد، والشغف بيرجع له وبيقرر إنه هيقدم في وظيفة جديدة. ونشوف نفس الشخص اللي شفناه في الأول وهو بيتكلم مع واحد تاني من المجموعة اللي كانت واقفة معاه، وبيقول له إنه يكب القهوة على قميص ديفيد الساعة 7:05 بالظبط. ونروح لديفيد اللي بيكون بيجهز علشان يروح للوظيفة الجديدة، وبينزل ديفيد من البيت وبتكون الساعة 7:05، وده بيكون ميعاد أتوبيس من الأتوبيسات اللي بتعدي في الوقت ده. والشخص اللي المفروض هيكب عليه القهوة بيكون راحت عليه نومة وبيفوق فجأة، وبيتخض لما بيلاقي الوقت اجا، ولما بيلاقي ديفيد بيركب الأتوبيس ويفضل يجري ورا الأتوبيس. وفي الوقت ده المفاجأة بالنسبة لديفيد ولينا كلنا إنه قابل إليس في الأتوبيس ده، وبيفتكروا بعض وبيفضلوا يتكلموا ويهزروا مع بعض كمان. وبيكون كل ده الولد لسه بيجري ورا الأتوبيس لغاية ما بتيجي عربية وبتخبطه، وبيقوم بعدها برضه علشان يلحقه لكنه مش بيقدر. وبنرجع لديفيد اللي بياخد رقم إليس علشان يبقى يكلمها، وبتوصل إليس للمكان اللي رايحه له وبتنزل، وقبل ما بتمشي بيقول لها ديفيد إنه ما بطلش تفكير فيها، فبتبتسم وبتمشي وتسيبه. وبعدها بيوصل ديفيد للشركة، وبنلاحظ إن كل الموظفين فيها متثبتين مكانهم، لكن ديفيد مش بياخد باله من ده. ولما بيطلع المكتب لصاحبه تشارلي بيلاقيه متثبت مكانه وهو بيتكلم في التليفون، وفي ناس شكلهم غريب في المكتب، ومنهم الشخص اللي ادى الامر ان القهوه تتكب على ديفيد. واول ما بيشوف ديفيد بيطلب من المجموعه اللي معاه انهم يمسكوه بسرعه، لكن ديفيد بيهرب ومش بيبقى فاهم حاجه ويفضل يجري منهم في كل حته في الشركه، وبيقدروا في الاخر انهم يمسكوه ويبنجوه. وبيفوق وبيلاقي نفسه في مكان غريب وسط الناس اللي بيطلق عليهم اسم المعدلين، واللي بتكون مهمتهم انهم يخلوا الشخص يمشي على الخطه اللي مرسومه له وما يطلعش عنها ابدا. وبنعرف ان ديفيد هنا دلوقتي علشان هو طلع عن الخطه المرسومه ليه لما القهوه ما اتكبتش عليه وركب الاتوبيس وشاف إليس من تاني، ولان من المفترض ان القهوه كانت تتكب عليه ويطلع يغير هدومه ويفوت الاتوبيس ده ويركب الاتوبيس اللي بعده علشان ما يشوفهاش، لانه المفروض انه يشوف إليس مره واحده بس، وحصل عكس ده طبعا. وبيقول له الشخص اللي بيكون اسمه ريتشارد ان الناس قليلين جدا اللي اجوا للمكان ده، وما ينفعش ان حد يعرف وجودهم، ولو هو قال لحد عنهم هيعملوا له اعاده تشغيل، وده معناه ان شخصيته وذاكرته ومشاعره كلهم هيتمسحوا، ومش هيبقى ليه ذكريات ولا فاكر اي حاجه، كانه لسه طفل مولود. وبيقولوا ان مش هيشوف إليس تاني، وبياخد رقم تليفونها وبيحرقه قدامه، وبعدها بيرجعوه للشركه، وبيلاقي نفسه في مكتب تشارلي، وبيدخل المكتب في الوقت ده تشارلي وبيقوله انه اتصل بيه كتير، وبيتعامل عادي كأنه ولا حاجه حصلت. وبيكون ديفيد كل ده مش مستوعب اي حاجه من اللي حصلت، وبيفتح الباب اللي دخلوه منه بيلاقي المكتب التاني عادي. وبعدها بنشوفه وهو قاعد في كافيه بيحاول يفتكر رقم إليس، وبيجيله الشخص اللي المفروض كان هيكب عليه القهوة اللي بيكون اسمه هاري، وبيقوله انه حتى لو افتكر رقمها مش هيحصل اللي هو عايزه، يا اما هيلاقي رقمها اتغير او تليفونها ضاع لكن مش هيعرف يوصل لها ابدا. وبيقوله لو عايز يفهم اكتر يقابله الساعة 4 وهو هيرد على اسئلته اللي عايز يعرفها. وبيقابله ديفيد وبيبدأ يسأله الاسئلة اللي شاغلة تفكيره ومش لاقي اجابات ليها، زي ازاي ريتشارد قدر يعرف الرقم واللون اللي فكر فيهم. فبيرد عليه هاري وبيقوله ان اي شخص بياخد قرار بيبقى عنده اختيارات، وهو حطهم له بين الاختيارات دي. وسؤال ديفيد التاني اذا كانوا مراقبينه ولا لا،
فبيقول له هاري إن كل الناس مراقبة. فبيسأله ديفيد هل هو ملاك، وبيقول له هاري إنه اتقال عليهم كده، بس هم جماعة المعدلين مهمتهم إبقاء الناس على الخطة المرسومة ليهم. وبيسأله هاري إذا كان هيدور على إليس ولا لأ، وبيقوله إنه مستحيل يلاقيها وإنهم هيمنعوا ده لو حصل. وبيقول له حتى لو ما منعناش ده مش هتعرف تلاقيها برضه، لأن في ناس كتيرة جدا هتلاقيها ازاي وسط كل دول. وبيديله نصيحة إنه ينساها ويعيش حياته عادي. ويعدي 3 سنين وديفيد بيركب كل يوم نفس الأتوبيس علشان يشوفها، لكنه مش بيشوفها لغاية ما في يوم بيكون راكب الأتوبيس وبيلاقيها ماشية من جنبه، ومش بيكون مصدق نفسه وبيوقف الأتوبيس بسرعة وبينزل لها. وبيقول لها إنه بقاله 3 سنين بيركب نفس الأتوبيس علشان يقابلها، بس هي بتكون متضايقة منه وفاكرة إنه فضل الوقت ده كله ما كلمهاش ولأنه نساها. وبيتصل بيه في الوقت ده تشارلي وبيقوله ديفيد إنه قابل إليس وإنه مش هيروح يقول الخطاب بتاعي النهاردة، وبيقفل معاه ويفضل يبص حواليه لأنه بيكون خايف إن جماعة المعدلين يكونوا شايفينهم دلوقتي. وبيطلب منها إنهم يتمشوا مع بعض علشان يوضح لها ليه ما اتصلش بيها كل ده. وبيتمشوا مع بعض وبيقول لها إن رقمها ضاع منه لأن محفظته اتسرقت، وبيقول لها إنه أكيد مش هيكون معجب بيها بقاله 3 سنين ومعاه رقمها ومش هيكلمها يعني. وفي الناحية التانية بنشوف واحد من جماعة المعدلين وهو رايح لريتشارد وبيوريله الكتاب اللي بيقول إن ديفيد وإليس اتقابلوا من تاني، ومش بيكون مصدق إزاي ده حصل. فبيرد عليه الشخص التاني وبيقوله إنه فضل 3 سنين يركب نفس الأتوبيس لغاية ما شافها ماشية في الشارع، وبيدخلوا باب بيقدروا من خلاله إنهم يشوفوا ديفيد وإليس وهما ماشيين سوا. وبتقول إليس لديفيد إنها راقصة باليه، فبيقول لها إنه عايز يحضر لها عرض، فبتعرفه إن الشركة عاملة عرض بكرة، وبتقوله على المكان كمان. وبيكونوا جماعة المعدلين سامعين كل ده طبعا، وبيشوفوا أي طريقة علشان يخلوهم ما يتقابلوش تاني. وبيقول ريتشارد إنهم هيقطعوا الطاقة عن المكان ده كله وهيغيروا كمان مكان التدريب بتاعه، ويكون ديفيد وإليس قاعدين في مطعم وبيجي تشارلي علشان ياخد ديفيد لمكان الخطاب، وتكون إليس عندها تدريب هي كمان، وبتقوله على مكانه علشان بعد ما يخلص يروح لها. وبيروح يلقي الخطاب، وبعد ما بيخلص بيشوف ريتشارد واللي معاه وهم واقفين بيبصوا عليه من الشباك، وبيعرف إنهم هيحاولوا يبعدوهم عن بعض تاني. وبيروح لإليس بسرعة للمكان اللي المفروض فيه التدريب، لكن الصدمة بالنسبة ليه لما بيلاقيه مقفول. وبيعمل مكالمة علشان يعرف التدريب فين، لكن الخط بيقطع قبل ما يعرف المعلومة، ويفضل يدور على مكان يتكلم منه لكن مش بيكون فيه شبكة خالص. وبيكون ريتشارد هو اللي عمل كده طبعا، وقطع الشبكة عن كل الأماكن القريبة اللي ممكن ديفيد يتكلم منها في التليفون. وبيظهر له ريتشارد وبيقوله إن في بنات كتير، اشمعنى دي اللي اخترتها؟ فبيرد عليه ديفيد وبيقوله انتوا جمعتونا مع بعض 3 مرات، وبيقول له ريتشارد إن مش هما وإنها كانت الصدفة، وبيفضلوا ماشيين وراه. وبيدخل مطعم وبيسأل الناس اللي فيه عن الشركة وعن مكان التدريب النهاردة، فبيرد عليه واحد وبيقوله عن المكان. وبيتفاجئ ريتشارد من اللي عمله، وبيطلع ديفيد علشان يوقف أي تاكسي، لكنهم بيمنعوا أي تاكسي إنه يقف له. بس ديفيد بيقول لهم إنهم لو عملوا إيه علشان يمنعوه من إليس هو مش هيستسلم أبدا. وبيحاول يوقف تاكسي لغاية ما واحد بيقف له، وبتيجي عربية وبتخبط في التاكسي، وبيروح ديفيد بسرعة علشان يطمن عليه وبيبلغ البوليس. وبعد ما البوليس بيوصل بيقول له ظابط انه مش هينفع يمشي لانهم محتاجينه في التحقيقات. فبيروح ديفيد يتاكد من الشرطيه اللي واقفه وبتقول له انه ممكن يمشي ولو احتاجوه هيقولوا له. وبنكتشف ان الظابط ده كان من جماعه المعدلين وظهر له كظابط علشان يمنعه من انه يروح لإليس. فبيمشي بسرعه وبيوقف تاكسي وبيقول له المكان، وبيقول له انه ما يقفش مهما حصل. وبيشوفوا ريتشارد والشخص اللي معاه وهو في التاكسي، وبيكونوا عندهم قدره انهم يوصلوا لاي مكان بسرعه عن طريق الابواب. وبيوصلوا لمكان التدريب اللي في نفس الوقت بيكون ديفيد وصل قبلهم ليه. وبنشوف إليس وهي بتتدرب، وبيقول ريتشارد ان الامر كده ما بقاش في ايده وانه هيحوله للاعلى. وبنشوف ريتشارد وهو مع واحد من زمايله وبيقول انه طلب من شخص انه يعمل بحث عنهم من وقت ما اتولدوا في كتب القدر. والمفاجأة هنا ان ديفيد وإليس كان مقدر ليهم انهم يكونوا مع بعض من وقت ما اتولدوا لغاية سنة 2005. وبعد كده الخطة بتتغير، وهي ان إليس تبقى مع شخص تاني اسمه أدريان، وعلشان كده ديفيد وإليس بيحسوا انهم شبه بعض او يعرفوا بعض من قبل كده. وبعدها بنشوف ريتشارد وهو رايح لهاري وبيقول له ان اللي حصل ما كانش غلطته زي ما كانوا فاهمين، وبيحكي له عن اللي حصل كله. وبنشوف ديفيد وإليس وهما في حالة من الرومانسية وبيتمشوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا سوا، وبنشوفهم وهما في حفلة كمان وبيفضلوا يرقصوا مع بعض. وتاني يوم بتقوم إليس من النوم وبتلاقي تليفونها بيرن، والمفاجأة إنه بيكون أدريان اللي بيكون مكتوب لها في كتابها إنها هتكون معاه هو، لكنها مش بترد عليه وبتستغرب هو ليه بيكلمها بعد ما انفصلوا من 3 شهور. وبيجي ديفيد وبتحكي له اللي حصل وإنها مستغربة جدا من مكالمته ليها، وبتحكي له عن علاقتهم، وبتقوله إنهم كانوا مخطوبين بس ما كملوش لأنها ما كانتش بتحبه وكانت بتحب ديفيد. وبيخلصوا كلام، وبعدها بشوية بيروح ديفيد للقاء التلفزيوني بتاعه. وبعد ما بيخلص بيطلع من الباب وبيلاقي نفسه في نفس المكان اللي جماعة المعدلين خطفوه فيه في الأول، وبيتقفل عليه الباب ومش بيعرف يخرج أبدا. وبيجيله واحد اسمه تومسون، وده بيكون الشخص الأعلى من ريتشارد، وبيسأله ديفيد ليه ما ينفعش يكون مع إليس،
وبيرد عليه تومسون وبيقوله إن أول مرة قابل فيها إليس في الفندق ما كانتش صدفة، وإنهم خلوها تقابله علشان تلهمه بالخطاب اللي قاله ويرجع يترشح من تاني للانتخابات الجاية، وبيقولوا إنه هيفوز في الانتخابات الجاية كمان واللي بعدها برضه، ووجود إليس معاه هيمنعه من ده. بس ديفيد بيختار إنه يبقى مع إليس حتى بعد ما عرف إنه هيحقق الحاجة اللي كان بيحلم بيها، وبيمشي وبيروح لإليس العرض بتاعها، وبيجيله تومسون هناك وبيقوله إن في حاجة ما قالهاش ليه، وإن هو لو بقى مع إليس هيقتل حلمها هي كمان، لأن إليس قريب هتبقى من أشهر راقصات الباليه في العالم، ولو فضلوا مع بعض هينتهي بيها الأمر إنها تبقى مدرسة باليه للأطفال. وبيمشي تومسون وبيسيبه، بس قبل ما بيخرج من المكان بيخلي إليس تقع وتتكسر رجليها، وبياخدها ديفيد بسرعة للمستشفى ويكون حاسس بتأنيب ضمير بسبب اللي حصل لها، لأنه عارف إن تومسون هو اللي عمل كده. وبيجيله تومسون في الوقت ده وبيقوله إنهم مدين له فرصة في أشخاص تانية يتمنوها وهو مش مهتم بيها، وبيقوله إن إليس عندها التواء بس في رجليها مش كسر، وإن هو لو فضل جنبها هيمنعها من حلم حياتها، وإن الأمر دلوقتي في إيديه هو. وبيدخل ديفيد علشان يطمن على إليس وبيطمن عليها، وبيقول لها إنه هيطلع يتكلم في التليفون، بس المرة دي بيمشي وهو مقرر إنه هيبعد عنها خالص، وفي المرتين ما اختارش نفسه لما تنازل عن حلمه، والمرة دي لما اختار إنه يبعد عنها علشان تحقق حلمها هي. وبنشوف هاري وهو متأثر جدا من اللي حصل وبيسأل ريتشارد هو اللي حصل ده صح، فبيرد عليه ريتشارد وبيقوله إن هما مجرد بينفذوا أدوارهم، وإن المدير هو اللي حط الخطة دي. وبيعدي 11 شهر وبنشوف ديفيد وهو بيلقي خطابه، لما بيخلص بيروح لتشارلي وبيلاقيه بيوريله خبر جواز إليس من أدريان، وبيشوف هاري الخبر ده برضه وبيكون متضايق جدا. وبيروح ديفيد بالليل في نفس الكافيه اللي كان قاعد فيه في الأول وبيفتكر رقمها، وبتجيله البنت اللي شغالة في المكان وبتديله ورقة وبتقوله إنه صديقه سابها له. ولما بيروح المكان اللي فيه الورقة بنتفاجئ إنه هاري، وبيقوله إنه تومسون ضحك عليه لما قاله إنه ما ينفعش يكون مع إليس، فبيسأله ديفيد هما ليه بيعملوا معاه كده، فبيرد عليه وبيقوله لأنها كفاية، لأنه وهي معاه مش بيكون مهتم بأي حاجة ولا بالجماهير ولا بالتسقيف ولا بإعجاب الناس بيه. فبيسأله ديفيد إليس سعيدة بجوازها ده، فبيسكت هاري طبعا، وبيعرف ديفيد إن إليس مش بتحب أدريان زي ما قالت له قبل كده، وإنها مش مبسوطة بجوازها ده، وبيطلب من هاري إنه يساعده في إنهم يرجعوا لبعض تاني قبل فرحها اللي بيكون بكرة، وبيقول له هاري إنهم هيحسوا بيه لو هو فين وهيلحقوه طبعا. فبيطلب منه ديفيد إنه يعلمه إزاي يستخدم الأبواب زي ما بيعملوا بالظبط، وبيوافق هاري وبيعلمه وبيديله الطاقية بتاعته اللي هتساعده إنه يعدي من الأبواب. وبيبدأ ديفيد في رحلته لإليس، بس للأسف جماعة المعدلين بيشوفوه في الكتاب وبيعرف تومسون إنه رايح لإليس وبيبدأوا يطاردوه، وبيقدر ديفيد يوصل لمكان إليس قبلهم، ولما بتشوفه إليس بتكون متضايقة منه طبعا ومش واثقة فيه نهائي ولا في كلامه، بس ديفيد بيضطر إنه يشرح لها اللي حصل معاه من البداية، وبيحكي لها عن جماعة المعدلين لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي إليس تصدقه وتتأكد إنه بيحبها وما سابهاش بمزاجه. وبيعرفوا جماعة المعدلين بإنه عرف إليس عنهم، ومش بيبقى في حل غير إنهم يعملوا له إعادة تشغيل زي ما قالوا له في الأول، وبيبقى ديفيد قايل لها ده وعارف إنهم بيدوروا عليه دلوقتي علشان يعملوا له إعادة تشغيل. وبياخد إليس وبيطلع من الباب بالطريقة اللي هاري علمها له، وتكون إليس متفاجئة من اللي بيحصل ومش فاهمة أي حاجة، وبيفضلوا يهربوا منهم في كل حتة في شوارع نيويورك، وبتسأله إليس عن اللي بيحصل وبتكون مش فاهمة هو إزاي بيعمل كده، فبيشرح لها ديفيد بالتفصيل وبيخيرها لو هي حابة تيجي معاه ويهربوا من الناس دي ولا يمشي ومش هتشوفه تاني وترتاح من اللي هم فيه ده. بس إليس بتختار إنها تروح معاه وبيفضلوا يهربوا منهم لغاية ما بيدخلوا من باب ومش بيبقى فيه باب تاني يطلعوا منه، وبيحاصروهم مجموعة المعدلين من كل مكان، وبيكونوا عارفين إن كده خلاص هيتعمل لهم إعادة تشغيل ومش هيشوفوا بعض تاني ولا هيفتكروا بعض أصلا. وفجأة مش بيلاقوهم حواليهم وبيظهر لهم تومسون، وبيجي هاري وبيدي لتومسون ورقة، لما بيشوفها بيمشي وبيسيبهم على طول. فبيسأل ديفيد هاري إذا كان هو المدير ولا لأ، بس هاري بيقوله لأ وإن أنت قابلته قبل كده، وبيقوله إن المدير بيقابل الناس كلها بس بأشكال مختلفة. وبيسأله ديفيد هو ده اختبار لينا، فبيقوله هاري بشكل ما وإن موضوعهم ده اختبار للكل حتى هم، وبيقولوا إنه هو خاطر علشان إليس، وبيقول لإليس إن هي كمان خاطرت علشانه لما وافقت إنها تكمل معاه. وبيسأله ديفيد عن الورقة اللي في إيده وبيقوله هاري اللي مكتوب جواها واللي بيكون ليه هو وإليس، واللي بتكون بتقول إن وضعهم مع بعض خرج عن الخطة اللي مكتوبة لهم، وعلشان كده المدير كتب خطة جديدة ليهم، وده معناه إنهم هيفضلوا مع بعض على طول ومفيش حد هيمنعهم من ده. وبيقول لهم هاري إن في أشخاص بيمشوا على الخطة اللي هم حاطينها لهم، وفي أشخاص تانية زيهم بيخرجوا عن الخطة دي وبيتحدوا أي حاجة علشان يحققوا اللي هم عايزينه، وإن ربما تكون دي خطة المدير إن هم في يوم ما يكتبوش الخطة دي بنفسهم، والأشخاص هم اللي يكتبوها بإرادتهم الحرة. وفي آخر مشهد من الفيلم بيمشي ديفيد وإليس في الشارع وهم ماسكين إيد بعض وحاسين بكل حرية.